هو المسيح اتصلب الساعة كام؟ لما بنيجي نقرا في الأناجيل بنلاقي إن معلمنا مرقس قال وكانت الساعة الثالثة فصلبوه، وده ممكن يبان للوهلة الأولى إنه عكس اللي قاله معلمنا يوحنا، وكان استعداد الفصح ونحو الساعة السادسة فقال اليهود هوذا ملككم. طب يا ترى هو اتصلب إمتى بالظبط؟ وهل في تناقض؟ الحقيقة إن الموضوع بسيط ومحتاج بس نفهم طريقة حساب الوقت وقتها. الساعة الثالثة بتوقيت اليهود بتبدأ من 9 الصبح لحد 12 الظهر. في الوقت ده اللي هو الساعة الثالثة اتخذ الرومان واليهود القرار النهائي بصلب المسيح، ومن هنا بدأ التحرك. شال المسيح جزء من الصليب ومشي من قلعة أنطونيا لحد الجلجثة. المشوار ده كان حوالي 3000 خطوة وهو شايل الخشبة وجسمه بينزف دم بعد الجلد، ووقع أكتر من مرة لدرجة إن هم خلوا سمعان القيرواني يساعده. لما وصل وبدأوا فعليا في عملية التسمير علشان الصلب كانت الساعة بدأت تقريبا من السادسة، يعني 12 الظهر، وده اللي قاله معلمنا يوحنا بدقة نحو الساعة السادسة. وكلمة نحو باليوناني يعني بيري، زي كلمة about بالإنجليزي، يعني الوقت كان بيقرب جدا من 12 الظهر. لازم نعرف إن اليهود زمان ما كانش عندهم ساعات بالدقيقة والثانية، كانوا بيحددوا الوقت بمكان الشمس في السماء. يعني لو الشمس في المشرق تبقى الساعة الأولى 6 الصبح، لو في ربع السماء تبقى بدأت الساعة الثالثة اللي هو 9 الصبح، لو الشمس في نص السماء بالظبط تبقى الساعة السادسة يعني 12 الظهر. الخلاصة معلمنا مرقس حسب وقت الصلب من أول ما الحكم صدر واليهود صرخوا اصلبوا، فذكر بداية الأحداث من الساعة السادسة. أما معلمنا يوحنا ركز على التوقيت اللي كان المسيح فيه واقف قدام بيلاطس في اللحظات الأخيرة قبل ما يوصل للجلجثة، فوصفها بأنها نحو السادسة. إنجيلنا مش متناقض أبدا، هو بس محتاج مننا شوية بحث ودراسة عشان نفهم جمال وعمق كل كلمة اتكتبت بالروح القدس.